السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة فانيلا وحبهان. معاكم امنية. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم وصفة لذيذة جدا تنفع في ايام البرد اللي احنا فيها دي. هنعمل ان شاء الله مع بعض القرص بالعجوة بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، والريحة والطعم طبعا مش قادرة انقله لكم، بس هو حاجة فظيعة جدا وهتعجبكم جدا جدا لو جربتوها. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، ياريت لو اول مرة تشوفي في قناتي متنسيش تفعلي زر الاشتراك وزر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انتم من حبايبي اللي موجودين في القناة متنسونيش وتعملوا لي لايك وشير وتعملوا لي كومنت تقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو ده. هقول لكم ان شاء الله المقادير بالكوبايات عشان الناس اللي مش بتحب الجرامات. فاوكي، هنعمل القرص مع بعض كده بالحب كده وبالكوبايات يعني. نقول بسم الله. معايا هنا كيلو دقيق، كوبايتين لبن دافي، كوباية سمنة، كوباية زيت، معلقتين كبار خميرة، معلقة صغيرة بس مليانة بيكنج باودر، 6 معالق سكر. طبعا رشة الملح حطها على الدقيق. طبعا رشة الملح دي معانا في اي حلويات في اي حاجة نكون حاطينها. طبعا الدقيق منخول ونخلينه كذا مرة هو ورشة الملح. هننزل بيه في العجانة او في الطبق اللي هتعجيني فيه، وهنزل معاه السكر، وهنزل اي مكونات جافة معايا، الخميرة والبيكنج باودر. تمام. أي بس يا ريت في استخدامكم للزيت يكون زيت نوعية نظيفة عشان ما يبقاش له ريحة في القرص. كمان السمنة يا ريت تكون نوعية حلوة، يفضل لو سمنة بلدي هتديلك ريحة تحفة، او اي سمنة انت بتستخدميها تكون نوعها نظيف. هقلب المكونات الجافة مع بعض. طبعا اكيد مستغربين ان انا هعجن ومستخدمة اللي هو السلاح الكي، لكن انا في الاول هبس الدقيق مع الزيت والسمنة. فطبعا في البس لما تيجي تبسي حاجة اللي هو بس الدقيق والقرص زي الكحك كده، بتعملي بالكي لو انت تستخدمي العجان. طبعا لو انت هتستخدمي على ايديكي بقى، بتحطي كل شوية كده، هبقى اصور لكم فيديو بس فيه في ايديا، تمزجي الدقيق بالسمنة والحاجات بين ايديكي كده وتفركيهم مع بعض. تمام. طبعا البس يكون شوية حبة حلوين كده، بحيث ان كل ذرات الدقيق تتغلف كده بالمادة الدهنية اللي معايا. طبعا القرص بتطلع طرية شوية لان طبعا حاطين زيت، لو انتي عايزاها ناشفة اكتر تحطي سمنة يعني، بس هي الطريقة دي كوباية وكوباية. هبدأ ابس الدقيق وبالراحة لو انتي بتشغلي العجانة عشان الدقيق ما يتنطورش معاكي في كل مطبخ كده تلاقيه في كل حتة. هفضل ابس تقريبا 5 دقايق ولا حاجة، بحيث ان يديله طراوة كده وتبقى حلو. طبعا معايا ضيف جديد النهاردة في الحلقة، ابني صغير. طبعا القرص دي تحت اشرافه طبعا يعني، فاكيد هتطلع لذيذة جدا. كده خلاص الدقيق اتغلف معايا بكل المادة الدهنية. لو ملاحظين ان هو لونه اتغير كده وبقى عامل زي حبة الرمل المبلولة كده، تمام، زي البسكوت بتاع التشيز كيك كده. هغير بقى السلاح للخطاف ده اللي هو سلاح العجن. هضيف بقى كوبايتين اللبن يكونوا دافيين، بس مش سخنين، دافيين حاجة بسيطة بس. طبعا هي تاخد كوبايتين لبن، ممكن الدقيق معاكي ياخد مثلا ايه معلقة كمان ولا حاجة، بس هي كده تمام قوي. بس على حسب الدقيق بتاعك ممكن تضيفي معلقة معلقتين في الاخر كده لو حسيتيها ناشفة شوية، لكن مش هتضيفي اكتر من كده ان شاء الله. هبدأ اعجن بقى على سرعة هادية، وبعدين اعلي السرعة. العجينة بدأت تتجمع معايا زي ما انتوا شايفين. طبعا القرص دي العجينة دي تقدري ان انت تعمليها سادة، لو انت حابة تعمليها بجبنة بعد ما تخلص يعني، ممكن تحشيها جبنة برضو بتبقى لذيذة قوي. شايفين العجينة حلوة قوي ازاي؟ لا بتلزق وطرية جدا كده زي ما انتوا شايفين. لكن هسيبها بقى تكمل عجن لان هي بتحتاج عجن كتير جدا يعني. ده لو هتعجني على ايديكي مثلا قولي ربع ساعة ولا حاجة، شغلتها حوالي من 7 ل10 دقايق في العجان.
كده خلاص العجينة بقت معايا جميلة جدا. هلمها بس كده وبعدين اسيبها تختمر شوية. طبعا الجو برد، ياريت تختمر في مكان دافي وتكونوا مغطينها كويس وتسيبيها فترة اطول. يعني لو كنت بتسيبي نص ساعة تسيبي ساعة. شايفين العجينة ما شاء الله طرية وحلوة ازاي، وريحتها وهم على فكرة من قبل حتى ما تتطبخ او كده تحط في الفرن يعني. هجمعها كده واسيبها في البولة بقى تختمر مع نفسها شوية. انا سبتها حوالي ساعة. هغطيها بقى بالفوطة واسيبها حوالي ساعة. ممكن تقفليها بالاسترتش، لكن يفضل يعني ان هي تكون في مكان دافي زي ما قلت لكم. اسفه على الاصوات اللي من بره دي. كده خلاص العجينه خلاص اختمرت معايا وبقت كويسه جدا. لازم تاخد راحتها في الخمر عشان تساعدك في التشكيل. معايا هنا الحشو، نص كيلو عجوه. انا هرستها بمعلقه زبده او معلقه سمنه، معلقه مليانه كده، وحطيت شويه سمسم ورشه قرفه بسيطه خالص بتديلها نكهه حلوه قوي. طبعا لو انت مش حابه اي اضافات من دي تقدري تلينيها بس بشويه حته سمنه كده او حته زبده ورشه سمسم او لا زي ما تحبي. طبعا الاضافات دي على حسب ما انت تحبي. هنقطع كده الكور، هبدا اشكلها كور صغيره على قد مقاس القرصه اللي انت عاوزاها. تقدري تصغري عن كده، تقدري تكبري عن كده زي ما تحبي. كده المقاس اللي انا هعمله معاكم. هعمل بس معاكم اول قرصه وهوريكم الباقي هعمله ازاي. ياريت ان انتوا تقفلوها من تحت كويس كده علشان الشكل يطلع مظبوط معاكم. تقدري تعمليها بدل ما تقرصيها على ايدك تعمليها على الرخامة زي ما انا عملتها كده. دي طريقة تانية يعني لو انتي مش حابة تعمليها على ايدك. بتحطيها بين صوابع ايدك كده وتقعدي تلفيها دايرة دايرة دايرة. شايفين؟ مش بضغط عليها يعني، ما تضغطيش عليها. هعمل معاك واحدة وبعد كده هقرص بقيتهم واسيبهم يرتاحوا بس دقيقتين تلاتة كده ولا حاجة عشان يساعدوني وانا ببططهم متقعدش ترجع تاني. طبعا كمية الحشو زي ما تحبي، حابة تكتري العجوة تقلليها، لكن هي كده في المتوسط المظبوط عشان تبقى كل القرصة محشية بالعجوة. وهبططها. طبعا العجوة اصلا انا مسيحاها بس الجو برد جدا فبتجمد شوية. كده خلاص المقاس الحلو المظبوط. هجيب سكينة وهعمل فيها شكل. تقدري تعملي بالشوكة اللي هما 3 شوكات كده تحت بعض، او تعملي خطين كده بالسكينة. بتدي شكل حلو جدا في النتيجة النهائية بصراحة. لو عندك اطفال يعني اللي هما مش صغيرين قوي، تقدري تديله السكينة وهو يعمل معاكي يعني. كده انا قرصت بقيتهم كلهم، هم حوالي الكيلو، هيعملك من 45 ل50 واحدة على حسب تقريستك. يعني هيعملك حبة حلوين، مثلا 2 كيلو ولا حاجة. احشيها تاني واقفلها، وزي ما قلت لكم تقدروا تحشيوها جبنة تبقى لذيذة جدا بالجبنة. وابقى اعمل لكم فيديو تاني للقرص بجبنة وبحشوات مختلفة. تتأكدي كويس ان انتي قافلة من تحت كده، وتخلي مكان القفل التقريصة لتحت يعني لتحت مش لفوق، عشان طبعا الشكل النهائي وكمان علشان يعني العجوة ما تخرجش براها لما تسخن شوية في الفرن.
صراحة شكلها جميل قوي وطعمها خطير. صراحة طعمها حلو قوي. اظبط لكم بس الكاميرا شوية لان حاسة ان انا بعمل في بره الكادر بتاع الكاميرا. طبعا هخلص الكمية كلها وهكون مرصصاهم على صينية نضيفة ومحطوط عليها ملاية او قماشة يعني، وهسيبهم برضو يختمروا مثلا 10 دقايق ربع ساعة كده. خلاص كده، خلاص اختمرت معايا. بسخن الصواني اللي هعمل فيها، يا ريت ما تحطيش على صينية باردة، لا تسخنيها اول في الفرن وهو بيسخن وبعدين تطلعي ترصي عليها، او على الاقل تبقى دافية يعني ما تبقاش باردة، او لان الجو برد وزي ما انتوا عارفين الصواني الالومنيوم والحاجات دي بتبقى باردة جدا، فلما تاخد وقت ان هي تسخن وتسخن القرص هتنشف معاكي. طبعا الفرن بتاعك على اعلى درجة، هيقعد من تقريبا 10 ل15 دقيقة على حسب بقى الفرن بتاعك يعني، بس انت تكوني متابعاها. اول ما تحمر من تحت بتشغلي عليها الشواية من فوق. بس كده، وده الشكل النهائي معايا. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وان شاء الله لما هتجربوها تعجبكم جدا جدا. متنسوش بقى تقولوا رأيكم في الكومنتات، وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب. الف هنا على قلبكم ان شاء الله.